تعالوا بقى يا اخوانا اقول لكم ان بجد في لعيبه كتيره ما ينفعش تلعب في النادي الاهلي. امثال محمد شريف، انا اسف يعني، بس محمد شريف يعني تاريخ مع النادي الاهلي، عمل كام موسم كويسين جدا، بس ما ينفعش يكمل مع النادي الاهلي في الفورمه اللي هو فيها دي. مروان عثمان كام ويش، عندك طيب بن شرقي، خد عندك محمد شكري، عندك عمرو الجزار، عندك عمرو هادي رياض اللي انت جبته ما عملش اي حاجه مع النادي الاهلي، عندك ياسين مرعي اللي النهارده كان منال ب 60 نيله، عندك ياسر ابراهيم اللي ما عادش بيلعب كوره اساسا، عندك محمد هاني اللي ما عادش هو بيعمل ايه في النادي، عندك كوكا انا ما اعرفش هو ايه اساسا بيلعب في النادي، يعني انا ما اعرفش ده بيلعب ايه اساسا. طبعا ومحمد شكري بقى وغيرهم كتير من اللعيبه اللي بتيجي بسبب صفقات كيديه للانديه التانيه، صفقات انت جبتها من نادي الزمالك وصفقات بتفشلها على الانديه الاخرى زي نادي بيراميدز ونادي الزمالك. فبجد انت بوظت، انت بدل ما تبوظ الانديه التانيه انت بوظت نفسك. فاتمنى بقى الاداره تفوق لنفسها الفتره اللي جايه، لاني مش هنتحمل اي وقعه الموسم القادم. كفايه الموسم ده طلعتونا بموسم صفري بسبب الاداره وغباء الاداره. فاتمنى الاداره تفوق لنفسها الفتره الجايه، عشان كده بقى كتير قوي. قولوا انتوا بقى رايكم في الكومنتات في اللعيبه انا قلتها لازم تمشي من النادي الاهلي، بس رايكم في الكومنتات وسلام.